حبايبي المغامرين، يفوز باللذات كل مغامر. ايه معنى الكلمة دي؟ انك انت فعلا تاخد القرار، وقبل ما تاخد القرار تتوكل على ربنا وتغامر. يفوز باللذات كل مغامر. انك انت اصلا لو غامرت ونجحت هتفوز باللذة وهتفوز بالمتعة وهتفوز بلذة النجاح. ولكن ما تكونش قاعد ما بتعملش اي حاجة وتقول اصله الظروف، اصله البلد، اصله كذا، اصله كذا. كل الكلام ده مش بيؤدي لاي نتيجة. ده مرض اسمه مرض الاعذار، واوعى يكون عندك مرض الاعذار. خلي بالك من تصرفاتك وخلي بالك من تفكيرك، عشان فعلا محدش بيقتلنا غير تفكيرنا. هقول لك كده قصة سريعة عن موضوع التفكير القاتل. لو انت قدراتك او انت تفكيرك في نفسك كان بطريقة سلبية، انت ممكن فعلا تدمر حياتك. عملوا تجربة كده عن شخص محكوم عليه بالاعدام، ونيموه كده وجابوا كده خرطوم رفيع فيه مية سخنة نفس سخونة الدم، واقنعوه ان هم فتحوا فتحة في الوريد، وجابوا جنبه جردل كده بينقط المية دي، وهو متخيل في دماغه انه المية اللي بتنزل والنقط اللي بتنزل دي الدم بتاعه. انت متخيل بعد ساعتين بالظبط الراجل ده مات؟ انت متخيل انه التفكير ده يقتل؟ موته. مش الله خلاه نرجس نجاح او ما وصلش لنجاحه ولا الكلام ده، لا، ده تفكيره قتله. شكرا لكم. خلي بالك من افكارك وابعد عن كل طاقة سلبية الناس بتجيبها لك. شكرا لكم.